جهاد حطاب أو جو حطاب كما هو معروف على مواقع التواصل الاجتماعي، هو واحد مؤثر أردني اللي معروف كيمشي لبلدان وكيهضر على عاداتهم والتقاليد ديالهم. مؤخرا دار واحد الجولة في الجزائر وهضر على الحدود المغربية الجزائرية. يحبوا بعض كثير رغم اللي بنشوفه أحيانا من تشويه على السوشيال ميديا. من سفري لهالدولتين مخالطتي مع الشعبين بقدر أقول إنهم تقريبا دولة واحدة. ودار جولة في بعض المدن اللي جات في الحدود المغربية الجزائرية مثل تلمسان ومغنية. هي شبكة الآن عم تأشر لي أنها شبكة مغربية مو شبكة جزائرية. هاي المحتوى اللي دار جو حطاب والمعلومات التاريخية اللي قدم وحتى الابتسامة ديال بعض الباعة اللي هضروا على العلاقات الشعبين المغربي والجزائري وحتى المنتوجات المغربية اللي كتواجد عندهم بحال التوابل والطاجين اللي تم ذكرهم في الفيديو. طاجين مغرب. مرحبا، السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا في عطار بيت المقدس مدينة مغنية. مغنية معروفة بليزيبيس لخاطر منطقة حدودية مع المغرب، ومن المغاربة الحدود كانت مفتوحة كانوا يجيو عندنا وحنا نمشيو عندهم، هما يدوم عندنا صوالح حنا ندوم عندهم صوالح. عادي جدا، تحسب كما نقولوا بلد واحد ما كانش يفصل بيناتهم حدود، تدخل عادي جدا تحسب راك في دارك كما نقول، تفطر هنايا قهوة لهيه قهوة لهيه تفطر هنا عادي جدا. دروك شو هي العلاقات هذه اللي توترت سياسيا ما بين الشعوب بقاو خوت. هاد الارتسامات والشهادات ما عجبتش بعض الجزائريين وتعرض جو حطاب لانتقادات لاذعة بسبب هاد الفيديو، بحيث اتهموا بنشر معلومات خاطئة حول تاريخ الجزائر. الاحتلال الفرنسي السبب الرئيسي في طمس معالم الحدود بين البلدين وتركها دون ترسيم، أدى هذا الخلاف ولأسباب مختلفة إلى إغلاق الحدود ما بين البلدين 1994. وحتى الشخصيات الجزائرية اللي ظهروا معاه في الفيديو اتهموهم بأنهم ما عارفينش تاريخ البلاد ديالهم. 70% من المواقع الإسلامية الجزائرية توجد في مدينة تلمسان. هذا الضغط على جو حطاب خلاه يحذف الفيديو من جميع حساباته الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.